اديني أقل من 10 دقايق وأقول لك إزاي تنظم وقتك وتوفق بين كل مواد ثانوية إدارية، وده عشان تقريبا من سنة كان اليوم بتاعي بالكامل بيضيع وأنا بسكرول على الموبايل بدون أي فايدة. وبتعلمي إزاي أنظم وقتي وأكون أنا متحكم فيه مش هو المتحكم فيا، وأوفق بين كل المواد اللي عندي من مذاكرة بقى ودروس ولعب وأي حاجة في سني. طالما أنا دخلتش تالتة ثانوي قدرت إن أنا أخش الامتحانات بتاعتي وأنا تقريبا مش عليا نسبة توتر 1%، وده بما إن امتحاناتنا بتكون قبل امتحانات العام بشهر تقريبا. وأوعدك لو كملت الفيديو ده للنهاية هتقدر تنظم وقتك وتوفق بين كل المواد اللي عندك. ويلا بينا نبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة في تنظيم الوقت هو إن أنت تصحى الفجر، وطبعا مش محتاج أكد لك قد إيه لو صحيت الفجر هيفرق في الطاقة بتاعتك والإنتاجية بتاعتك طول اليوم. تمام؟ يبقى أول حاجة عشان تنظم وقتك صح يعني أنت ثانوية أزهرية تصحى الفجر. تاني حاجة بعد ما تصحى بقى لما تصحى وتصلي الفجر كده وتهدى، وأعتقد دوت بما إن إحنا داخلين على رمضان أو فعلا ده 1 رمضان، ده هيكون سهل جدا. يبقى أول حاجة في ثانوية أزهرية عشان تنظم وقتك وتوفق من كل الليلة اللي عندك ديت تصحى الفجر. بعد ما تصحى بقى وتظبط الدنيا كده، أعتقد أنت هتكون لسه متسحر أصلا، معلش أنا كنت مرتب الموضوع دوت على أساس إيه؟ أسرار قبل رمضان. بعد ما تخلص السحور وتصلي الفجر وتظبط الدنيا تبدأ بقى بالورد القرآني بتاعك، ودي بركة اليوم كله لازم ما تأثرش فيه خالص. وتاني حاجة تقول الأذكار بتاعتك وتبدأ في أول حاجة. هنا تبدأ المعركة. هتجيب أصعب مادة عندك. اللي هيقول لي بقى أصلا هجيب أسهل مادة عشان يديني حافز عشان أكمل، مفيش الكلام ده. أنت هتبدأ بأصعب مادة، لأن أساسا أنت لو بدأت بأسهل مادة مخك هيبقى موهمك إن في وقت بقى والدنيا لذيذة ودي مادة سهلة وعادي. تمام؟ فما ينفعش، لازم تبدأ بأصعب مادة عشان تخلص بدري. طول ما أنت في بداية اليوم لسه الطاقة بتاعتك والإنتاجية والتركيز في أعلى حتة. تبدأ بأصعب مادة عندك. تمام؟ فهتبدأ بأصعب مادة عندك تجيبها كده، تظبط التايمر وتبدأ. ولازم تكون محدد لها وقت، تحدد لها وقت مثلا ساعتين ساعتين ونص، ويكون ده وقتها الفعلي. يعني المادة ما تكونش محتاجة مثلا ساعتين تروح تحطها لي في ساعة، لا وقتها ساعتين تاخد الساعتين. بس لازم تكون متحددة بالوقت الفعلي بتاعك، لأن مخك لو حس اللحظة إن لسه في وقت كافي يقول لك لسه بدري يعني إيه، مش هتخلص. لازم تكون متحددة بوقت. حتى ليلة الامتحان مخك بيقول لك لسه بدري، معرفش ازاي يعني، سبحان حاجة بيد الخلاق. تمام؟ انا مش عارف ان انت قلت تمام كتير بس استحملني استحملني. تاني حاجة بقى بعد ما تخلصها هتاخد لك بريك من نازل على نص ساعة، تاخد تلت ساعة ونص ساعة تصلي فيهم الضحى، تتأمل في خلق الله، تعمل اللي انت نفسك فيه لغاية ما نص ساعة تتعدي. بعد نص ساعة تجيب أصعب مادة، المادة اللي هي بعدها في الصعوبة على طول، وتبدأ فيها. تبدأ بقى تظبط لها تايمر برضه، وتبدأ تخلص إيه اللي فيها بسرعة بسرعة كده عشان إيه اليوم يخلص بسرعة. ونيجي تقريبا بعد ما تخلص هيكون وقت الظهر دخل، تتوضى تروح تصلي الظهر. من بعد الظهر لغاية العصر اعمل بقى، سواء عندك هتنزل دروس سنتر، وإني مرجحش دروس سنتر خالص، وممكن نبقى نعمل فيديو عن الموضوع ده. بس في رمضان بالذات مفيش سنتر. يعني سبب انقطاع موضوع السنتر ده هو رمضان. أولى ثانوي شفت الاختلاط كان بطريقة بشعة، فنزل قلت لا مش هنزل دروس في رمضان. ومن ساعتها من أولى ثانوي لغاية دلوقتي بقالي تقريبا سنة هو، وما يزيد عن السنة نزلت دروس سنتر. فنصيحة من عبد الله ما تنزلش سنتر في رمضان. يبقى كده خلصنا أول حاجة صعبة، تاني حاجة صعبة وصلنا الظهر. من الظهر للعصر عندك سنتر وما اقتنعتش بالنصيحة انزل، مش عندك سنتر عايز تاخدهم راحة تنام بقى عشان تكمل بالليل، تمام. من العصر تقرأ تدعي، من العصر للعصر بعد كده تدعي لك دعوتين كده حلوين قبل المغرب. ومن العصر للمغرب دهيت برضو ايه راحة، عايز تريح فيها تدعي ربنا كده، تقعد تتأمل كده، تقرأ الكام الورد القرآني بتاعك لو ما تملش. ومن المغرب للعشاء تفطر كده وتروق الدنيا تظبط الدماغ، تروح تصلي العشاء والتراويح وتيجي. بعد العشاء والتراويح الناس هتقول لي اروح اسمع مسلسلات. يا جماعة ما تبقاش بتصوم بالنهار وتفسد الصيام بالليل يعني. خلي فيه يعني سنس كده، هو 30 يوم 30 يوم. لو ما اتفرجتش على مسلسلات والله يعني ما فيش حاجة هتحصل، وهي المسلسلات هي نفس القصة كل سنة. هو بس بيغيروا الناس بس هي نفس القصة، والبطل بيموت عارفين. فبلاش مسلسلات السنة دي. وطبعا ده أهم حاجة التالتة بتاع تالتة سنة مسلسلات ما تجيش تعاد آخر السنة، ده رقم واحد. خلص بقى صلاة العشاء والتراويح وتبدأ تحل على اللي انت ذاكرته الصبح. هتقول لي أصل دماغي، حل يا باشا.
وما حلتش، اعرف اللي انت عملته الصبح ده كله بلح، كل ده ولا 160 لازمه. فلازم تحل بقى اي مصدر حل سهل، حل صعب اهم حاجه تحل عشان المعلومه ايه تثبت وتقعد في دماغك كده ايه لفتره اطول. بعد ما تخلص هيكون وقت الحل دوت مثلا ياخد له من ساعتين، ساعتين ونص، 3 ساعات اقصى حاجه. تخش تنام عشان تصحى بقى تتسحر ونعاد اليوم كما هو. بس ده كان النظام الروتيني. ولو سمحت ما تذاكرش بالليل. اللي هتذاكره بالليل اساسا انت دماغك التانك اتملى والدماغ مش هنا اصلا، وهتنام بالليل، فهتنام الصبح هتنام بالليل. فما تذاكرش بالليل، احسن حاجه في رمضان الصبح. وعن تجربه والله مجرب الصبح وبالليل، وبالليل كنت بقعد بال6 7 ساعات انتاجيه زيرو زيرو. تمام. بكده خلصنا الروتين. ده كان الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون عجبك، وحط لايك الفيديو عشان ينتشر بدل الحاجات التانية اللي بتنتشر. عافانا الله واياكم. بس ده كان اخر حاجة في تنظيم الوقت. وبطل بقى تسمع فيديوهات تنظيم الوقت، عشان عارف انت هتطلع عن فيديو وتشوف فيديو تاني تنظيم الوقت، فايه في التليفون كده ومذاكر عشان ايه ربنا يعدي على خير. ولو انت تانية اولى تانية تالتة، خش هتلاقيني في الديسكريبشن سايب لك القناة بتاعت الواتساب، قناة عليها معظم مدرسين الثانوية الأزهرية الأفضل يعني. فأتمنى تعجبك وتشارك كل أصحابك وتشارك الفيديو لكل الناس. بس كده، سلام.